السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، اليوم إن شاء الله بيكون طبقنا إدام مشكل مع الدجاج. بسم الله. نبدأ المكونات والمقادير: حبة بصل كبيرة، حزمة كزبرة، حبتين كوسة، حبتين جزر مع 2 فلفل حار، حبة كبير بطاطس. طبعا أنا البامية كبيرة، قطعت حوالي 8 حبات. هي المفروض تكون صغيرة بهذا الشكل، بس ما لقيت. أنا ما أحب أقطع البامية يعني. نصف حبة دجاج، وربع الكوباية صلصة، ملعقة ملح، وملعقة بهارات. وهذه فصوص ثوم لسه بنظفها وافرمها. باقي المتابعين، الحين انا طبعا حمصت البصل مع الزيت مع الملح كالعادة، واضيف كمان البهارات. الحين نضيف بقية المكونات. كمان أضيف الصلصة. أنا سويت كل المكونات ما عاد الحزمة الكزبرة بتكون بنهاية الطبخة سويها. والحين أخليه شوية كذا لمدة 5 دقائق، بعدين أحط له الموية. الحين بضيف كاستين موية كبيرة وأخليها على الدست القدر اللي هو الضغط لمدة نصف ساعة. أحبائي المتابعين، بعد مرات نصف ساعة على قدر الضغط خلصت الطبخة. الحين أنا أزينها بالكزبرة. والحين أقول لكم أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين بالهنا والعافية.